ضحك رسول الله تبسم، فالصحابة بيقولوا له ما أضحكك يا حبيب الله، انت بتضحك ليه؟ قال لهم أضحك لأني قد رأيت ربي، أنا شفت ربنا دلوقتي. قالوا له ازاي؟ قال لهم رأيت ربي يأتي بمتخاصمين ويجلسهما عنده ويقول لمن له حق عند أخيه، بيقول للمظلوم اعفو عنه، طلبتك ايه؟ عاوز منه ايه؟ قال له يا رب أريد منك أن تأخذ من حسناته لتضعها في حسناتي أنا يا الله. فربنا قال له أجيب لك من حسناته اديها لك؟ قال له آه. قال له ليس له حسنة واحدة، ما عندوش ولا حسنة. قال له طب يا رب خذ من سيئاتي وضعها عنده عشان أعفو عنه وسامحه واسيبه، خذ من سيئاتي أنا اديها له. قال له يا عبدي أو ترضى أن تكون لك سيئة وتعصاني؟ بقى ترضى ان انت يبقى لك سيئة؟ قال له وماذا أصنع يا رب؟ اعمل ايه؟ اخد حقي ازاي وانا مظلوم؟ ماذا قال له الله؟ قال له يا هذا انظر عن يمينك، فنظر عن يمينه فوجد جنانا ووجد بساتين وزروع وثمار وحدائق وفواكه، ووجد كما يقول الرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال يا رب لمن هذه الثمار والبساتين والحدائق وتلك الجنان الواسعة؟ قال لمن يدفع ثمنها، لمن يشتريها ويدفع ثمنها. قال وما ثمنها يا رب العزة؟ قال ثمنها أن تأخذ بيد أخيك هذا إلى الجنة. تاخد بيد أخوك ده وتدخله الجنة وتعفو عنه وتسامحه وتصلحه، أن تأخذ بيد أخيك إلى الجنة، هذا هو ثمنها. فقال حضرة الحبيب المصطفى